min hunalika kana illa hunalika kana ala jadar bina illa jadarul bina al-imsak anil maqal wal kufu an dhalikal hal wal iktifa biha bima qalu wa ilahi halu radhiyallahu anhum al-jami' wa nafa'a bihim annahu al-mujibus sami'u amin. ثاني من مشايخ سيدنا فهو الإمام العظيم والحبر الفهيم طول الغاصي الشيخ المشايخ قطب علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ عبد الله بن أبي بكر الهدروس. كان هذا سيد الإمام فاضل جامع داعيا إلى الله يقول له وحاله كان في تلك الجهات علما عليا وقمرا مديا انتفع به الخاصة والعام حتى أوقفهم في خير الحواس أحواله عجيبة وصفاته عزيزة غريبة صار عين تلك الجهاد ساء سيته إن الجميع البريات وتناقلته الأخبار من كل جاء وعات مولده بالتريم وبها وفي ابتداء أمره مقيم وله بها مشايخ والأصحاب والإخوان حتى كانت كثيرة. ما ينقل عن سيدنا القطب عبد الله الحداد أنه قال أقدنا الأخوة نحن وسيد علي بن عبد الله عند ضره سيدنا الفقيه المقدم فيا له من أقد ما أعظمه وشاهد ما أفهمه ومشهود عليه ما أكرمه وعقد ما أصفح من الدنس والأسلام. وسيأتي إن شاء الله في ذكر تحكم سيدنا عبد الله سيدنا علي أنه قال مكاشف لخواتر خطر له نحن وسيد علي بن عبد الله شخص واحد فافهم الإشارة. وكان له رضي الله عنه عني سيدنا الإدروس مكاشفات العظيمة مع أصحابه لولا أنه كان مؤثر للخمور لدون من تلك الجهاد فيه امتداحات بشعارهم ولغيرهم أيضا. ومن أجل ما مدها به قصيدة فريدة امتدحه بها سيدنا شيخنا علي رضي الله عنه أحببت إرادها ها هنا وهي هذه. يا صاحبي إن كنت لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا. فما ساعة مرت عليها ولحظات من الوقت إلا جددت عندي البشرى. ومن فضل ربي أرتجي من نواليه دوام الذي ولا وأن يشرح صدرا. عليه اعتمادي وهو ذخري وملجئي وكم قد حباني من مواهبها برا. تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى. على كل حالاتي وأرجوه بالأخرى. هو الله ربي كان وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر. إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضر.
وليس له إلا التفاتك معقلا يكيه البلاء والبؤس والهم والشر. دعوتك والتقصير واسفي وإنما لأحسن إحسانك المألوف لم ألتمس عذرا. بحقك حقق صدق حبي ووجهتي إليك وأعظم لي على ذلك الأجر. إليك وأعظم لي على ذلك الأجر. وخذ بيدي في مسلك الرشد ظافرا بقصدي وهب لي من مواهبك الكبرى. ومن حيث ما سار الحبيب محمد واتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى. واتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى. ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باك لا أطيق له صبرا. أقوم به من حيث قامت شواهد تعلق بالمختار في ذلك المجرى. بوصف اتباع وانتفاع يقودني إليك من التوفيق ما يوجب الذكرى. إليك من التوفيق ما يوجب الذكرى. ومن كان مثلي في البطالة عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفران. فغفرا فإني بالذنوب مقيد وسترا فإني منك ألتمس السترا. وسترا فإني منك ألتمس السترا. بجاه رسول الله أشرف مرسلين وأعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا. عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق الأد والدهر. مكررة تستغرق الأد والدهر. والحمد لله رب العالمين. الفاتح إلى روح الأكتاب السيد علي السمدندرر الله يتقشاهم من الرحمة والمغفرة ويفيد من بركاته وصلى في الدين والدين. الفاتحة.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب بيصلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب ويهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي أصحابه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البرايا جاهد وأرحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فاطراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله. تجل حق في عالم قدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرات الترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا العبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما العنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقامين وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. لاحظته العيون في مجتلاته بشرا كاملا يزيح الضلالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل مهاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق النور. فتبارك الله من إله كريم
بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فعجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه
إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار دهوره وبخر فتعلقت حمة الراكم لهذه الغروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإلا فأن ضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شعر أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه العذرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها القديمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب بالكامل صلى الله عليه وشمائه التي هي أحسن الشمائل. فهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المهدأ في هذه الصورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء
نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه. حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أخشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا صلى الله عليه. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وغرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ عنقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط لهم في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق وصف الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود. Yang di luar tidak usah masuk, yang di dalam tidak usah maju. Yang di luar tidak usah masuk, yang di dalam tidak usah maju. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika ya Rasul Allah salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأحل الكون أنصا يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاطربوا يا أعلى المثاني فحذر اليوم نضرا واستدعوا بجمال يا رسول الله فكفي الحسن تفرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد
حيث أوتينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل عياه صوره المرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا إذا حبانا بوجود المصطفى اللهم صل على مرحبا السلام عليك يا رسول الله المصطفى السلام عليكم يا حبيب علي هادي السلام عليكم يا حبيب الإسلام محمد السلام عليك يا مرحبا للزمان مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله يا أهلا بك إن بك نصعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وحدينا نحج سبيلي كي بين السعاد ونرشد ربي بلغنا بجاهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد سلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه
أقصروا صلى على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidz jamaah nikah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini Allah telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka kita bersama-sama nantinya akan menjadi saksi suatu peristiwa yang sangat sakral, yakni proses akad nikah antara dua hamba Allah, cucu daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan baik dan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan buat junjungan agung kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta kitab usianya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah nikah rahimakumullah. Hari ini Sabtu 26 April 2025 bersamaan dengan 27 Syawal 1446 Hijriah. Yang akan melangsungkan pernikahan adalah saudara As-Sayyid Farhan bin Al-Habib Husni Al-Haddad dengan seorang wanita bernama Asy-Syarifah Fatimah binti Husin Asgab. Yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab ayah kandungnya Al-Akh Sayyid Husin Asgab. Adapun saksi daripada akad nikah ini adalah yang pertama Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi dan saksi yang kedua Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Adapun mahar daripada akad nikah adalah fulus ya. Fulus khamsamiyah ala rubiyah nagdan. Demikian rangkaian administrasi keluarga. Mari kita ikuti rangkaian proses kabul yang mana akan diawali bacaan suratul Fatihah, dimintakan kepada Al-Fatihah Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi untuk membaca suratul Fatihah dan jadikan khutbah nikah. Al-Fatihah dunia akhiratin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiram al-Fatihah. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih al-ma'bud bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhub min 'adzabihi wa satwatihi an-nafidhi amruhu bi sama'ihi wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa 'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala azamatuh ja'ala al-musaharata sababan lahika wa amran mufdarada aw shaja bihil arham wa alzama al-anam wa qala azza min qail wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وعد العذاب العليم عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وزهرا وكان ربك قديرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تزوج الرجل فقد استقبل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأزكياء قولوا جميعا بسم الله بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا محمد بن عبد الله قولوا تبنا إلى الله 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 تبنا إلى من الله جميع المعاصي والذنوب من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها نستغفر الله من ترك الصلاة ومن التكسير فيها نستغفر الله من ترك الزكاة ومن التكسير فيها نستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي وولديكم السائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا سيد محمد فرحان بن حسني الحداد أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريف بإحسان يا سيد محمد فرحان بن حسني الحداد زوجتك وأنكحتك محتوبتك ابنتي شريفة فاطمة بنت حسين السقاب بمهر 500 ألف نقدا ألف ربيع نقدا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور بارك الله لكما وجمع بينكما في خير وأخرج منكما الكثير الطيب وجعل في قدومكما قدوم الخيرات والبركات والمسرات ويسحب لكما اللطف والصحة والعافية ويرزق لكما الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منكما الذرية الصالحة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة
مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Masyaallah habaib wal ikhwan, di hadapan kita ada seorang syarifah yang insyaallah kita akan resmikan namanya sesuai yang termaktub dalam mahfud, dan juga nama ini telah disepakati oleh kedua orang tuanya, yaitu Syarifah Zainab Alawiyah binti Hasan Ba'bud. Kita doakan semoga anak ini menjadi anak yang salehah, yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, dimurahkan Allah rezekinya, dipanjangkan umurnya, keadaan sehat afiat, dan dimurahkan, dan Allah SWT antekkan jodohnya. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kunniyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. حق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. قبول. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع الصراح تولى ذلك لشرف إن الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم آوادني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترآه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى ثم عليه. إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضاعته المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضرات هذه الذات
فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة الحليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازع قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور. فعنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها. فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي بعناية الله محفوفة وبعين عناية مندورة. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنها أشرف المخلوقات فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان. وقد درت الشارف والشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان وبكي عندها في حضناتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التحصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركاته العنام وهو يرعى الأغنام. فاضطجعه على الأرض إجاع التشريع وشقوا بطنه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على دهر وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهرة الآيات فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتخوفت عليه من حادث تخشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه. فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل وأنجم سعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة ولأمره طاعئة فما نفث على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة فجاءته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم
فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلته يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة. صلى الله عليه. وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبت بشدة باسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات. فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين برية زرماله. وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعد الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوسول وظهور آيات الله الباكرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين بن جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل وما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتهييل. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز سبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نادلته من الحضرة الإلهية ووامر النبهات القربية وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وعولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتهيات المباركات الصلوات الطيبات ولها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتلقى عواطف الرحمات وسوابق الفيوضات بعيد الخضوع والإخبار رتب تسكت الأماني وأسرى دونها ما وراءهن وراء
أقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما قال واتصل من علمها بما اتصل وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى وما هي إلا منحة حسست بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولده من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يسور القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها حسست بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة ولا يدمع طامع بالاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها وإنها حضرة جلت عن نظر النادرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين وهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحادية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصل الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شرف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على رتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبينين حسنه شعره بين الجمرة والوبرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحانس محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان في مثله وصاقع البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينة ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء معجز القول والفعال الكريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لاح حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السناء
للبدر عند تمامه لم يخسف وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد بالرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بإنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة
مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين بلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم سبحان الله وتحية بها سلام وأنا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على الحبيب إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه صاحب الحول الحبيب البركة الحبيب علوي بن شيخ الثقاب أن الله يغفر له ويرحمه ولا يحرمنا من بركاته وأسراره ونفحاته على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند معضلون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أي موجود لا إله إلا الله أي باق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نحيا وعليها إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم
Subhanallah wa bihamdih, 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 Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih, 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 Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalatha min hulq wallahu ahad wal mu'abbid mujtama'na hakhuna bisababih al-maghful hayyul qayyum al-habib al-wali al-habib Alwi bin Syekh bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Abdullah Segaf annallahu yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaskun wajhan bi rahmati walidina wa lim khassa wa jami' amwatina wa amwati muslimina amma athabakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi bima sha'a. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي على سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى الارض ومن عليها وانت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل وتكبر ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله ما استغفرنا سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله طاهرة عامة المؤمنين سيدنا خارج بن عائشة الرضا وصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس الحسن حسين علي زين عبد بن محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريدي سيد محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب بن محمد المهاجر الله محمد بن عيسى عبد الله سيدنا علي أخلاق قاسم سيدنا محمد صابر بن مدبار سيدنا أستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي ووصولهم وفرون الحبيب علي عمل الفقيه وسيدنا حبيب علي وغير من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاحب الدرك امام محمد مولى الدويلي سيدنا الفقيه المقدم من السقاب وشيخ احمد مخضار سكران احمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر ابي بكر عدن شيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب محمد عبد الرحمن الطوشي علي بن الله بارس الله حداد ووصولهم وفروهم كتب شيخ بكر جيلاني شيخ احمد البدوي شيخ احمد الرفاعي شيخ ابراهيم الدسوقي ابي حسن الشاذلي شيخ محمد البوصيري صاحب برده بابا شيخ سلطان شيخ احمد التجاني شيخ سليمان الجزري محمد حبيب سيدنا الحبيب علي بن الله الإدوس وصولهم وفروهم وجن عند الله السقاب وأولاد أبو القاري الحبيب أحمد بن الرحمن السقاب والحبيب شيخ بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن الله السقاب الحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن الله السقاب الحبيب أحمد بن جعفر بن أحمد بن الله السقاب وصولهم وفروهم والحبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشي والحبيب أحمد محمد مولى الشيخ زباب الحسني والحبيب أحمد بن زين حبشي عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه أحمد بن عمر سميد حبيب حسن صلاح البحر الحبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوان حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس ووصولهم وفروهم والحبيب علي بن حسين حبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد عبد احمد عبد علوي بن علي محمد بن حسين حبشي السقاب محمد بن هادي السقاب ووصولهم وفروهم الحبيب علوي بن عبد الله شهاب احمد محمد مخضار ولسين الله الحبيب عبد القادر بن السقاب محمد بن عيسى بن صالح المخضار ولسين الله الحبيب عبد الرحمن مصطفى علي دروس من تاريم والها من زنبل سادة علويين والحبيب حسين بن ابو بكر علي عبد الله محسن العطاس ووصولهم وفروهم والحبيب معتل الحداد الحبيب علوي الحبيب حسين معتل الحداد والحبيب محمد بن عبد الله بن طالب العطاس ووصولهم وفروهم والحبيب عبد القادر بن علوي السقاب ووصولهم وفروهم والاتساع رحمة الأنفال شيخ بن أحمد بن فقيه وحبيب محمد بن أحمد فقيه حبيب بكر يحيى حبيب علي صافي حبيب محمد بن حبشي محمد مخضار ولسيدنا الحبيب محمد بن حسين الإدروس والحبيب جابر السقاب حبيب علي بن السقاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصولهم وفروهم الحبيب السقاب شيخ علي ابن القطب الإمام بكر محمد السقاب حبيب علي محمد هاشم السقاب صالح بن حسين الحامد وحبيب حسين بن هادي الحامد وسيدنا الحبيب عبد القادر بن عبد الفقيه حبيب عبد الله بن عبد الفقيه محمد بن حسين بعبود والحبيب حسن بن هارون والحبيب هود بن عبد الله السقاب وصولهم وفروهم والحبيب محمد محمد حداد محسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم جن مسلم الحبيب علي بن الرحمن حبشي وصولهم وفروهم والحبيب سالم بن طه والحبيب محمد بن علوي الحداد وصولهم وفروهم جاوز سادة علويين والحبيب حسين بن عثمان الأديدوس والحبيب عبد الرحمن مصطفى بن سمين وصولهم وفروهم الحبيب حسين بن أحمد بركبة وصولهم وفروهم ولسن الحبيب حامد بن عبد الرحمن السقاب وصولهم وفروهم
والحبيب هاشم بن حسين ملاخرة وأصولهم وأبوهم شاطة وإلى سيدنا الحبيب حامد بن علي بن عبد الله الحداد وأخوان الحبيب حامد وأصولهم وأبوهم والحبيب علي الحبيب أحمد بن علي بن صالح بن شهاب بن سالم وأصولهم وأبوهم الحبيب عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شهاب بن عبد شهاب عبد الله بن شهاب والحبيب عبد الله بن ربيع شهاب الحبيب حامد ومن بن شهاب وأصولهم وفروعهم ولسيدنا الحبيب أحمد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الرحمن محمد بن نوار ومس أيوب ريا بنتي مس أغوس محمد ولسيدنا الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن حمد الكاب شيخ حبيب علي بحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب وأصولهم وفروعهم والحبيب أبو بكر بن أحمد بن شهاب والحبيب عبد القادر بن حسين الحبيب علي بن الرحمن النوار وأصولهم وفروعهم وجد الحبيب وصاحب الحال المغفور حي القيوم اللهم عرب بالله الولي الحبيب علوي بن شهاب بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن الله سقاب خبابة رضوان عبد الرحمن النوار والسادة عبد الرحمن محمد وأبو بكر إدريس حسن وأحمد وعلي وعبد الله حسين عبد الحبيب علي سقاب وشرائب حبابة شيخ وفاطمة ونور عائشة شيخ وبنت الحبيب علي سقاب والحبيب محمد بن عمر ملاخرة ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببه المغفور حي القيوم الحبيب علي بن شيخ سقاب أن الله يغفر له ويرحمه ويسر رحمة والدينا والخاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وإتقا وحباج له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعنهم اجمعنا وإياهم والمسلم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك من لدمت النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سير أسرار بداية القبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حسبنا الله ويهديهم يا سلام وأنا الحمد لله رب العالمين قبول الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معاشر الحبائب والأساتذة والآباء والإخوان والمستمعين الميامين. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan di dalam acara peringatan haul Al-Habib Alwi bin Syekh bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Abdullah Segaf yang ke-78. Peringatan haul beliau yang ke-78 dan alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui selama 3 malam berturut-turut. Kita mengkhatamkan Al-Quran di rumah besar ini, di rumah Habib Alwi bin Syekh Segaf. Kemudian pagi tadi kita berziarah ke turbah beliau, ke turbah Habib Alwi bin Syekh Segaf, dan kemudian dilanjutkan tadi jam 9.30 dengan qiraatu Kutubus Salab Managib Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf. Kemudian dilanjutkan tadi dengan pembacaan Simtud Durar dan akdun nikah salah satu daripada keturunan daripada Habib Alwi bin Syekh Segaf. Dan tadi ditutup dengan Yasin, tahlil dan doa. Yang mana insya Allah mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon kesabarannya sejenak untuk mempersingkat waktu. Mari kita sama-sama mendengarkan Mau'idatul Hasanah yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh tamu kita dari Surabaya, yaitu Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum yahlad darak wa yahlan naubah wa yahlal hilli wal aqd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghadiri peringatan Haul. Dan kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita keturunan orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi mereka merancang bagaimana keselamatan anak cucunya. Salah satu wujud daripada itu adalah dibudayakannya haul semacam ini. Alhamdulillah, di tengah-tengah zaman yang carut marut seperti ini, semuanya serba membingungkan. Zaman yang diumpamakan oleh Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir al-Haddad, had yaminan wa had shimali fa asbahal aql fil waqti hayran. Satu ke kanan, satu ke kiri. Semua menyatakan dirinya yang benar, tidak ada yang mau mendengar, tapi semua minta didengar, sehingga di zaman ini orang yang pandai pun kebingungan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri peringatan-peringatan semacam ini. Peringatan Haul bukanlah ajang untuk berbangga. Kepada abna sahibul haul dan kepada ahlil haul yang senang dengan haul, ketahuilah peringatan haul bukan ajang berbangga, tapi haul adalah ajang bercermin bagi pecinta kepada pecintanya. Ajang bercermin yang mencintai kepada yang dicintainya. Oleh karena itu, di dalam peringatan-peringatan semacam ini disampaikan manaqib-manaqib mereka yang dihauli. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, peringatan haul bukan sekedar mengirim doa. Kalau haul hanya sekedar mengirim doa, maka yang kita lakukan ini tidak tepat. Ada yang lebih tepat, yang bisa menjadikan mereka yang di barzakh langsung menerima hasanat kita dengan sedekah, dengan memberi makan orang yang lapar. Tetapi haul ini dibudayakan agar kita belajar. Haul ini ikhwani rahimakumullah adalah terminal untuk sejenak kita berhenti dan melihat adakah tali-tali yang terputus atau masih ada walaupun tipis yang tersambung. Inilah haul. Ikhwani rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para syiban, Abu Ya Umar, Habib Salim, Habib Abdullah dan semuanya. Uwajjihu khitabi ila ikhwani, adik-adik saya, para generasi-generasi muda Alawiyin yang akan datang. Karena mereka semua akan datang satu saat nanti harus menggantikan posisi-posisi mereka. Ikhwani rahimakumullah, hari ini kita memperingati haul Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf Al-Habib Al-Barakah. Kalau kita ingin tahu siapa Habib Alwi,
Beliau adalah salah satu orang yang mewujudkan di dalam hidupnya firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang perdagangannya, pekerjaannya la tulhihim an dzikrillah. Tidak pernah sempat membuat lalai dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kesibukan beliau di dalam bekerja, di dalam berdagang tidak membuat beliau lalai untuk melakukan sholat. Tidak membuat beliau kikir untuk berzakat. Kenapa demikian? Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena orang-orang semacam ini mereka takut akan datangnya satu hari, yaumul hisab, yang di hari itu mata dan hati akan goncang ketakutan. Di hari yang tidak akan berguna kecuali amal prestasi kita selama hidup. Itulah yang membuat mereka selalu menjaga agar kesibukannya tidak melalaikan beliau. Al-Habib Alwi adalah orang yang menerapkan hal ini. Beliau dididik oleh orang tua sejak kecil. Bahkan sebelum kelahirannya dipersiapkan segalanya dengan baik. Begitu beliau lahir, yang dia lihat adalah kesolehan. Dia lihat ayahnya Al-Habib Syekh seorang yang saleh. Salah satu putra Al-Habib Ahmad bin Ja'far yang Masya Allah, yang saleh. Beliau mendapati kakeknya Al-Habib Ahmad bin Ja'far, lisannya tidak pernah punya kesempatan untuk berghibah. Al-Habib Ahmad bin Ja'far, lisannya kalau tidak menasehati, berzikir kepada Allah. Atau membaca Al-Quran, atau lisannya basah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Ja'far adalah orang yang selalu berusaha menyamakan langkah kakinya dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di hari kewafatannya, ketahuilah ma'asyar hadirin para pengiring jenazah bahwa Nabi Muhammad menghadiri lahatnya Ahmad bin Ja'far. Karena orang ini hidup untuk Nabi. Selalu cerita tentang Nabi. Kana al-Habib hakata, kana Nabi begini, kana Nabi begini. Al-Habib Alwi bin Syekh melihat ini dari kecil. Telinganya mendengar ini dari kecil. Beliau hidup di tengah-tengah orang-orang tua yang dalam sujudnya selalu mendoakan keturunannya. Doa inilah yang menghantarkan Habib Alwi menjadi orang yang kita kenal saat ini. Beliau bukan seorang yang ahli dagang. Beliau bukan seorang ekonom. Tapi beliau adalah orang yang tahu diri. Tahu diri siapa dirinya. Siapa bapaknya. Siapa kakeknya. Beliau adalah orang yang tahu bagaimana seharusnya saya sebagai putra orang yang soleh. Sebagai cucu orang yang soleh. Apa yang harus saya lakukan. Beliau adalah itulah Habib Alwi. Sehingga keberkahan doa dari leluhurnya itu dia dapatkan. Bahkan anak keturunannya pun mendapatkan keberkahan itu. Al-Habib Alwi bin Syekh umur 11 tahun dalam rantauan seorang diri. Ayahnya meninggal dalam perjalanan. Dia bekerja dari satu tempat ke tempat lain. Hingga sampailah dia sukses sendiri. Di negeri yang asing. Apa yang membuat beliau berani? Keyakinannya. Keyakinannya bahwa doa orang tuanya tidak akan sia-sia. Keyakinannya bahwa datuknya Ahmad bin Ja'far yang mengatakan, pergilah engkau tidak akan sengsara bahkan sampai anak turunmu. Ini membuat Al-Habib Alwi yakin ya, dan menjalani kehidupan ini demikian rupa.
pada saat beliau mencapai kesuksesannya, beliau pun sadar, saya mendapatkan semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kecerdasan saya, tapi ada campur tangan Allah yang cukup besar sehingga beliau menetapkan bagi dirinya, jalanku menuju Allah adalah dengan berinfak. Al-Habib Alwi bin Syekh tidak bisa memejamkan mata kalau dia dengar ada orang yang lapar. Tidak satu, tidak dua. Orang-orang yang dientas oleh Habib Alwi dari kebodohan, disekolahkan dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun. Dilakukan dengan senyap. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang expose karena Habib Alwi tidak mencari like. Saat ini kita berbuat sedikit saja kebaikan, kita ingin ada 1000 orang yang memberikan like kepada kita. Berapa banyak tempat-tempat ibadah beliau bangun, beliau sumbang tanpa ada yang tahu. Anak cucunya tidak tahu. Sekian puluh tahun setelah wafat Habib Alwi, salah satu daripada cucu Habib Alwi pergi ke Kalimantan, sholat di sebuah masjid. Setelah salam pengurus masjid, lihat ada orang yang berwajah aneh, asing, tidak biasa dari warga setempat. Ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Palembang. Dia tanya, kenal Alwi bin Syekh? Gal kenal. Atap masjid ini dari beliau. Dan banyak lagi yang lain. Ini semua karena kesadaran, tahu diri. Beliau tahu bapaknya orang alim, kakeknya orang alim. Beliau berusaha untuk bisa berbuat seperti mereka. Beliau ini mengikuti leluhurnya, sirah daripada kakek moyangnya yang diikuti oleh Habib Alwi bin Syekh. Apa sirahnya as-salafun as-salih? Al-Imamul Haddad. Saya bawakan abiyat Imamul Haddad yang menceritakan siapa kita punya datuk, siapa kita punya salaf, supaya kita jadi bercermin juga saat ini. Kira-kira patut nggak saya membusungkan dada sebagai seorang Alawi, sebagai cucu Nabi, sebagai dzurriyyat fulan dan fulan. Kita jadikan abiyat ini cermin. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, wa qad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Orang-orang terdahulu, abah kita, jid kita, sampai ke Nabi SAW. Wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Cita-cita mereka adalah mencari kemuliaan di sisi Allah. Mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan, kebaikan. Laqad rafadud dunya al-ghurura wa ma sa'au laha walladhi ya'ti yubadar bil badli. Mereka rafadud dunya. Mereka tidak terkecoh oleh dunia. Rafadu jangan diartikan tidak mau dunia lalu kita harus hidup melarat, karena ini semua kita takut. Kita paling takut kalau sudah baca kalam salaf tentang ini. Lah, bukan itu. Rafadud dunia. Mereka meninggalkan dunia kalau dunia itu menyebabkan mereka menghalalkan yang haram. Kalau mereka bisa punya peluang mendapatkan dunia tanpa menghalalkan yang haram, mereka ambil. Kalau mereka bisa mendapatkan dunia tanpa menginjak-injak kebahagiaan orang lain, mereka ambil. Kalau mereka bisa berbahagia tanpa harus menari di atas air mata orang lain, mereka ambil. Tapi kalau semua itu menghalalkan yang haram, menderitakan orang lain, menyusahkan orang lain, itu jalan untuk mendapatkan dunia, maka dia tinggalkan dunia. Kenapa bisa begini, ikhwani rahimakumullah? Karena mereka adalah cucu-cucu yang tahu diri. Mereka adalah cucu-cucu yang tahu bahwa datuknya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau menyatakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlul bait ikhtara lana al-akhirah ala dunya."
Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita ahlul bait akhirat daripada dunia. Jadi kita tidak boleh mendahulukan dunia lalu meninggalkan akhirat. Lah. Kalau bisa dapat dunia tanpa melaksanakan yang haram, dijalankan. Rafadhud dunya wa ma sa'ulaha walladhi ya'ti yubadar bil badli. Kalau mereka dapat sebelum yang didapat itu mengenyangkan perutnya, dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ke muka, ke belakang. Ada rezeki siapa di antara rezeki yang saya dapatkan ini? Ini juga berkat tarbiyah, ikhwan. Tarbiyah. Mereka berinfak tanpa pernah takut melarat. Mereka tidak pernah berpikir kalau saya sedekah saya nanti jadi miskin. Tidak ada. Mereka berinfak. Karena di dalam tubuh mereka mendidih darah manusia-manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berinfak, bersedekah dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, mereka memberikan makan kepada orang-orang yang butuh, seraya menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu jazaan wala syukura. Mereka ini darahnya Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain wa Fatimah tidak hanya mengalir tapi membara sehingga mereka tidak bisa duduk tenang kalau mereka hanya tahu bahwa kana Ali bin Abi Thalib begini, kana Fatimah begini, kana Hasan begini, wa kana Husain begini. Tidak bisa. Kalau mereka belum bisa menginfakkan, meniru apa yang mereka lakukan. Ini sirah mereka. Ini semua ditanamkan sejak kecil. Mereka tidak pernah diceritain karamah. Kalau kita sekarang kepinginnya ceritain karamah, Habib Fulan bisa terbang. Habib Fulan jalan di atas air. Kita senang diajak berkhayal. Kanu aslafuna jadi rijal. Jadi orang-orang besar ini mereka nggak pernah ceritain karamah. Mereka diceritain bagaimana mujahadah. Bagaimana mujahadah. Bagaimana berjihad melawan nafsu. Bagaimana bisa menyamakan antara zahir dan batin. Itulah didikan salaf-salaf kita kepada anak-anaknya. Ikhwani rahimakumullah. Fagiruhum hurrun. Mereka, abah kita, kakek kita, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagiruhum hurrun. Para orang-orang yang miskinnya, mereka itu adalah orang-orang merdeka. Mereka tidak perlu merendahkan martabatnya di depan orang kaya sekedar untuk mendapatkan belas kasih. Mereka enggak pernah. Mereka tidak sombong, tapi mereka juga tidak perlu merendahkan harga dirinya semata-mata untuk mendapatkan simpati si kaya. Mereka tidak pernah. Karena orang-orang miskin daripada leluhur kita dulu, mereka tidak mencari bagaimana bisa nikmat seperti itu, tapi mereka selalu berusaha menikmati apa yang dia punya. Mereka selalu puas dengan apa yang bisa mereka pakai. Sehingga mereka tidak menjadi beban buat orang lain. Ini fakirnya. Karena fakirnya seperti ini, kata Imamul Haddad, wadhul mali mumfiqu. Orang kayanya tidak pernah tutup mata, tutup telinga. Mereka senang bersedekah, beramal. Bersedekah, beramal. Dan mereka mendapatkan kepuasan dari itu. Fagiruhum hur wadhul mali munfiqu raja'a thawabillah fi salihis subli. Mereka lakukan semua itu bukan karena pujian. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena kepingin nanti dibacakan manakib, bukan supaya nanti kalau saya mati diholin lah. Mereka mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Libasuhumut taqwa, kata Imam Al-Haddad. Penampilan mereka, gerak-gerik mereka mencerminkan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Enggak perlu ngoceh. Ana fulan wa ana ibnu fulan, enggak.
Dari kita lihat gerak-geriknya, ucapannya tercermin bahwa dia adalah orang yang muttaqin. Orang yang bertakwa. Tampak di dalam ciri-ciri mereka. Wasimahumul haya. Mereka ini mewarisi sifat malu dari datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ikhwani rahimakumullah, jaddukum yasada. Manusia yang paling tampan, tidak ada yang menandingi ketampanan Habib Muhammad. Tidak ada yang menandingi kecerdasan Nabi Muhammad. Tidak ada yang menandingi kebijaksanaan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad punya rasa malu yang tinggi. Tidak pernah menyombongkan diri, malu kepada Allah. Haula seperti itu, malu kepada Allah. Kalau mereka tidak berinfak, kalau mereka tidak sholat malam, kalau mereka tidak berzikir, kalau mereka tidak berwirid, mereka malu sama Allah. Karena mereka menikmati karunia-Nya tanpa bersyukur kepada Allah, malu sama Allah. Mereka malu kepada manusia. Kalau nanti masyarakat tahu, kaifa hadza wa huwa ibnu dzak. Bagaimana orang ini? Sementara dia adalah putra si fulan yang alim itu. Tapi seperti ini perbuatannya. Rasa malu ini membuat mereka tidak pernah sembarangan berbuat. Inilah sifat kita punya ajdad wa aslaf ya akhwan. Simahumul haya. Wa ghusduhumur rahman fil qawli wal fi'li. Mereka berbuat apa saja. Mau melangkah, mau berucap, mau berpikir, mau melihat. Semuanya ini mereka lakukan. Ya. Mereka lakukan wa ghusduhumur rahman, semata-mata mencari ridha Allah Sang Maha Rahman. Laisa li gharad akhar. Karena mereka tidak tercipta untuk dunia ini. Dunia ini wa ma hadhihi dunya illa katariqi ilal watan. Dunia ini ikhwani adalah jalan menuju akhirat. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, siap tidak siap, kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika itu saat datang, yang akan berfungsi bagi kita adalah prestasi kita ketika hidup. Ya. Ikhwani rahimakumullah. Maqaluhum sidik. Ini orang-orang yang kita haul ini, termasuk Habib Alwi bin Syekh ini. Maqaluhum sidik. Mereka kalau ngomong, itu omongannya tidak hanya benar. Tapi yang dia ucapkan dengan yang ada di dalam batinnya sama. Makanya kenapa orang-orang soleh kalau ngomong, itu langsung masuk ke hati. Karena yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan sama. Yang dia lakukan dan yang dia ucapkan sama. Ini kita nih sekarang hanya bisa meniru pakaiannya saja. Penampilan kita kayak penampilan mereka. La akhlak kita seperti akhlak mereka. Wala ibadah kita seperti ibadah mereka. Lakin kita orang punya sombong. Masya Allah. Seakan-akan kita lebih berprestasi daripada mereka. Ikhwani rahimakumullah. Wa asraruhum manzu'atul ghishi wal ghil. Itu tadi zahirnya. Batinnya, batin salaf kita ini. Manzu'atul ghilli wal ghish. Tidak ada kebohongan. Tidak ada tipu daya. Tidak ada sandiwara. Apa adanya. Khudu'un limaulahum muthulun li amrihi. Qanutun lahu subhana jalla min mithli. Mereka selalu tunduk dan taat kepada Tuhannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Inilah manhaj salaf. Inilah manhaj salaf. Oleh karena itu di kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, mudah-mudahan yang hadir tidak hanya kita. Mudah-mudahan arwah salaf kita juga hadir di sini. Mudah-mudahan arwah sahibul haul juga hadir di sini. Sehingga mereka juga bisa mengangkat tangannya mendoakan kita sehingga kita keluar dari sini jadi alawi zahir wa batin. Zahir wa batin. Zahirnya alawi, penampilannya alawi, akhlaknya alawi, pemikirannya alawi. Itu yang kita inginkan. Ikhwani rahimakumullah. Itulah manhaj kita. Oleh karena itu, kalau kita belum bisa punya ciri-ciri itu, jangan busungkan dada. Jangan salahkan orang-orang yang mencaci kita. Jangan kita marah ketika orang tidak mencium tangan kita.
Jangan kita sakit hati ketika orang tidak memperlakukan kita seperti mereka memperlakukan datuk-datuk kita. Seperti yang saya katakan di depan. Acara haul adalah arena bercermin para pecinta dengan yang dicintainya. Ya. Itulah sekelumit daripada Al-Habib Alwi bin Syekh Segaf. Dan terakhir ingin saya sampaikan kepada ikhwani, para duat, para da'i, ikhwani, para da'i. Ketahuilah, dakwah itu bukan panggung seni. Dakwah itu bukan panggung mengenalkan diri. Tapi dakwah itu adalah amanah. Dakwah itu adalah amanah, ikhwani. Umat ini butuh pencerahan. Jangan cerita-cerita yang nggak perlu. Berikan kecerdasan kepada orang, kepada umat ini. Ceritakan tentang akhlak mereka, tentang kehidupan mereka. Jangan lagi bawa itu karomah. Kita nggak bisa tiru itu karomah. Karomah itu adalah hadiah dari Allah karena mereka jihad. Nah, kita nggak jihad mau karomah dari mana? Ikhwani rahimakumullah. Saya pernah sampaikan ini kepada seorang ustadz. Ustadz, jangan bicara soal karomah. Kenapa kita takut menyampaikan kebenaran? Ya, saya hanya bisa menepuk dada. Oleh karena itu ikhwani, para duat, ya, khususnya para duat Sadah Al-Alawiyah, mari kita sama-sama. Saya bicara begini, saya tidak merasa diri saya baik. Mari, ya. Ana uwajjih hadzal kalam ilayya wa ila man mithli. Ya. Mari kita perbaiki. Ya. Kita perbaiki pola hidup kita. Kita perbaiki akhlak kita. Lalu kita tampil itu, ya, antara zahir dan batin kita sama. Bersihkan hati. Jangan ada benci. Jangan ada dengki. Ya. Supaya kita ada faedahnya ini haul. Ada faedahnya ini haul. Ya. Kalau enggak kita cuma dapat makan. Kita cuma bisa cerita ya akhir khol. Kholnya ajib. Zain ya akhir khol. Ya akhir khol ini. Kalau kita pulang dari sini kita jadi tahu diri. Pulang dari sini kita mikir, oh alhamdulillah. Masih ada nih yang sama sahibul hol. Kita pulang sholat syukur. Berdoa minta Allah, ya Allah yang ada jangan hilang. Yang belum sambung ya Rabb. Pulang dari hol kita lihat ternyata diri kita jauh dari mereka. Kita hanya bisa fakhr saja. Bisa bangga-bangga saja. Anak Habib, anak fulan, anak cucu fulan. Kita pulang dari hol. Hati kita nangis. Kita ambil wudhu sholat taubat. Itu ya akhir hol. Amma kul wahad yamdah nafsuh, setiap orang hanya berbangga diri, ya, maka ya, ini adalah sesuatu yang memalukan. Ikhwani rahimakumullah. Ya. Kepada adik-adik saya, para syabab, ta'allamu, para abah-abah muda, didik anak-anak kalian, suruh mereka belajar agama yang betul. Akan datang satu saat nanti mereka tidak punya tempat untuk bertanya. Dan tanamkan kepada anak-anak kita. Kamu nak mondok, kamu nak sekolah, kamu nak ngaji, jadilah orang yang alim. Jangan salah doktrin. Kadang-kadang orang tua ini salah mendoktrin anak. Ketika anaknya salah jalan mereka teriak, ya Rob anak saya, salah didikannya. Anaknya dari kecil diajak berkhayal. Nah, kamu mondok, nanti kamu jadi dai seperti itu di YouTube. Lah. Jadi orang alim. Niatkan, saya mau mondok jadi orang alim. Nanti kalau sudah alim, terserah. Kalau Allah kasih futuh di dalam dakwah, tafadhol. Kalau dikasih kesempatan kebisaan di dalam mengajar. Berapa banyak dari as-salafun al-alawiyyin yang alim, faqih, tapi mereka tidak punya podium. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, sahib Jakarta, alim, seluruh ulama di zamannya di Jakarta belajar kepada dia, tidak punya podium. Di Surabaya dulu ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Segaf Kresan, alim faqih ala arba' madzahib. Tidak pidato, tidak ceramah, tapi mengajar. Kalau ada orang yang tidak mau belajar, dia tunggu. Kalau ini orang datang tanya agama sama Habib Muhammad Kresan, diajari sampai pulang jadi alim. Itu Habib Muhammad Kresan kalau ada orang datang tanya, ya Habib ana bagaimana fatwa fi mas'alat kadza wa kadza wa kadza. Ya akhir. Diambilkan kitab. Baca, kata Habib Muhammad. Ini alim ini. Baca. Dibaca sama Sa'il.
Bismillahirrahmanirrahim, kata wa kata wa kata wa kata. Sudah saya? Habib Muhammad keresan cerita. Syuf, ini maksudnya begini, dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, begini, begini, begini. Paham? Paham Habib? Betul paham? Paham. Saya ulangi, dengarkan lagi. Begini, 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 begini. Paham? Paham. Mana kitabnya? Diambil kitabnya, Habib Muhammad baca. Bismillahirrahmanirrahim, bla 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 bla, selesai. Coba terangkan seperti saya nerangkan tadi. Saking kepinginnya ngajar, saking kepinginnya bikin orang jadi alim. Al-Habib Umar bin Husain Ba'agil ini yang kita dapetin ini ya. Saya dapat cerita dari Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus. Satu kali waktu Habib Umar Ba'agil lagi nungguin tukang bikin betul rumah. Dia duduk di depan rumahnya sambil lihat tukang-tukang kerja. Ya. Itu kalau ada orang datang baca kitab ngaji, alim. Pagi. Jadi untuk jadi alim itu para abah-abah juga jangan kecewa kalau anaknya sudah mondok 10 tahun tidak menjadi dai, jangan kecewa. Itu bukan target. Targetnya anak Anda alim. Tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tahu harus duduk di mana dengan siapa. Hadza alim. Itu perlunya. Ta'allamu ya ikhwan. Dan kepada saudara-saudara saya yang seusia dengan saya. Antum yang selama ini tidak peduli dengan majelis-majelis salaf. Antum anggap ini saja sekedar seremonial saja. Hadir pulang selesai. Antum datang akhir. Ya. Sudah datangnya akhir duduknya di belakang. Antum nggak tahu apa yang terjadi di sini. Kapan ini dibaca, siapa yang baca, bagaimana dan sebagainya, nggak tahu. Ingat ikhwani. Akan datang satu saat antum harus duduk di sini. Kalau datang saat itu lalu kita tidak tahu mesti berbuat apa. Nanti anak-anak kita ini mau lihat apa yang mau dilihat dari kita ya ikhwan. Khalas. Jangan anggap ini sembrono. Maju, tanya nih Habib-Habib kita di sini. Jangan cuma bawa botol minta air. Duduk tanya, ya Habib Abdullah, siapa antum menangi dulu? Apa cerita Habib Fulan ya Habib Abdullah? Tanya. Habib Ali, Adrak Syiban, Wama Syiban yang sebelumnya. Tanya dari mereka, kaifakana, bagaimana, bagaimana. Supaya nanti anak-anak kita tanya, kita bisa jawab, ikhwan. Khalas, kifayah. Mau tidak mau, kalau Anda tidak mau, darah kalian akan menarik kalian ke tempat ini. Ini masalah sepele. Nahna isnya ya Habib fi zaman. Ba'du ikhwanana, tidak bisa hatta ritib al-Fatihah. Tidak bisa ritib al-Fatihah. Ta'ala masih ada Syiban-Syiban di sini. Ya. Ini managib ala saya. Sengaja saya bawakan managib seperti ini. Supaya kita ambil ibrah. Supaya kita ambil ibrah, ambil pelajaran ya ikhwan. Bikin senang hatinya Habib Alwi. Ya. Dengan kita bisa ittiba walaupun wa in kana galilan. Masalahnya kita ini niat gak ada. Ah itu Habib Alwi zaman nahna fiyen. Tidak ada niat. Gak bisa sampai. Enwi. Kita orang ini ya, punya bakat untuk baik. Ya. Niatkan yang baik-baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Saya berdiri atas permintaan Sahibul Bait. Ya, mohon maaf. Ya. Dan saya dimintakan untuk membawakan managib. Saya bawakan dengan cara seperti ini karena itu manhajnya. Ya. Mohon maaf kalau cara saya berdiri di tempat ini tidak membuat para hadirin khususnya para Syiban tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita dengarkan manaqib Al-Habib Alwi bin Syah Segab. Maka dengan ini kami mengharapkan kesabarannya sejenak. InsyaAllah menambah barokah lagi. InsyaAllah. Ju' la yurham. Lakin insyaAllah yarham. Amin. Kita minta kepada akhina Al-Ustaz Da'ilallahu Nizar bin Ikram bin Syahab fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
أما بعد الحمد لله كافة الحبائب الحاضرين والآباء حفظكم الله ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسال وتتبعي ومضوا على قصد السبيل الهدى قدما على قدم بجد أوزاعي. Alhamdulillah, kita tadi telah mendengar dikatakan la itra ba'dal arus. Kalau orang udah nikah tidak perlu wangi-wangian lagi. Artinya yang kita dengar alhamdulillah sudah banyak, sudah faedah yang besar. Tapi insyaallah talbiyatan, karena kita berharap nazar min haula rijal, pandangan dari antum, doa dari antum, dari orang-orang saleh sebelum kita insyaallah. Kita berdiri di sini juga imtithal amr daripada sahibul bait, memenuhi permintaan dari sahibul bait. Alhamdulillah tadi Habibana Muhammad telah menyuruhkan kita untuk mengikut mereka para salihin, orang-orang tua kita sebelum kita. Imam Al-Haddad berbicara akan orang-orang tua sebelum beliau, wa bagiyatun fil asri minhum amiru litakuna fihim mit'atul mutamatti'i wa yakunu lirrubu'i wa ahliha unsun wa naf'u talibil mutanaffi'i fallahu yahfadhuhum wa yukhlif minhum amthaluhum fi hayyina wal marba'i. Beliau berkata wa bagiyatun fil asri minhum amiru. Itu disebutkan Habib Muhammad, orang tua di depan kita, orang-orang soleh, banyak dari mereka terpelajar, bertemu dengan orang soleh sebelum mereka. Tidak sedikit dari mereka ini orang alim. Alim bima'na al-kalimah, benar orang alim, akan tapi kita salah melihat mereka. Kita hanya melihat ini orang tua, oh ini ustaz, akan tapi alhamdulillah mereka mengambil sir dari orang sebelum mereka. Beliau berkata wa bagiyatun fil asri minhum ummiru, berapa banyak kata beliau sisa dari orang saleh yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya beliau berkata, adanya mereka itu untuk kita mengambil manfaat, untuk kita mengambil sir, untuk kita mengambil ilmu, pengetahuan yang ada pada diri mereka. Jangan sampai ada orang berkata, oh enggak, udah lewat, ini hanya orang tua. Enggak. Bahkan an-nazar ila salihin, melihat orang saleh itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sabdanya, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sirrun nazar, ada sir ketika kita melihat orang saleh. Kama raaitumuni usalli, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang saleh, melihat orang sebelumnya bukan hanya hal yang biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri menceritakan akan hal ini, sirrun nazar ila haula'ir rijal, melihat orang saleh. Ini supaya kita tidak melihat, oh ini hanya melihat, oh ini hanya ketemu orang saleh, ini hanya ketemu muallim nam, ini hanya ketemu dengan sahibul haul. Ini adalah enggak. Itu semua kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun," dalam hadis sahih, akan datang bagi suatu umat ini suatu zaman yaghzu fi'amu minan nas, yang berperang. Fayastabti alaihim al-fath, katanya enggak menang-menang dalam perangnya. Fayus'al hal fikum man ra'a Rasulullah. Ada yang bertanya, adakah di antara kalian ini yang pernah melihat Rasulullah? Itu di zaman sahabat, setelah sahabat. Setelah zaman sahabat, hal fikum man ra'a Rasulullah, ada di antara kalian yang pernah melihat Rasulullah? Ada, akhirnya dimajukan. Ketika dimajukan, maju lagi perang, menang. Terus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelahnya ada zaman lagi mereka berperang, hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah. Apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat, orang yang melihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Katanya ada, dimajukan ini orang. Akhirnya perang lagi, menanglah perang dengan orang ini. Terus sampai zaman berikutnya, hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah. Apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah? Kata ulama, ini dimajukan, dalam hadis tersebut dimajukan ini orang, mereka perang lagi, akhirnya menang ini rombongan umat Islam. Kata ulama, ini Allah hendak menambahkan, ini kelompok, ini pasukan hendak menambahkan pasukan. Hendak ditambahkan tentara, wala silah, wala senjata, hendak, akan tetapi yugaddar man la budda yugaddar. Mereka memuliakan, memajukan orang yang harus dimajukan. Inilah yang kita lihat. Orang-orang saleh insya-Allah, berkat kita melihat mereka, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Sirrun nazar ila haula'ir rijal. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berbicara akan ini. Sebelumnya Habib bin Abdurrahman bin Abdullah Alamatud Dunya, beliau berkata, yaqulu qaumun an hudahum qad dhallu qad udimu fi aslina wa qallu fa kullahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali fa kaifa yakhlu 'alamu syahadah anhum wa hum fihi al-hudatul gadah qad hafizallahu fihim ibadah wa salahum fi sa'iril khisali. Imam Abdurrahman Alamatud Dunya berkata, yaqulu qauman hudahum qad dhallu. Sampai sekarang, zaman sekarang,
Berapa banyak orang berkata, enggak ada lagi orang wali, enggak ada orang soleh, orang-orang alim, enggak ada lagi. Faqul lahum kalla. Kata kepada mereka, enggak, masih ada orang soleh. Tadi Habib Muhammad bilang, kita ambil kepada orang soleh, orang tua di depan kita. Faqul lahum kalla walakin jalla an tarahum a'yunul juhali. Akan tetapi, enggak. Mereka tidak terlihat bagi mata-mata yang bodoh, mata yang kotor, mata yang penuh dengan hasad, mata yang nazar ila madzahirid dunia, hanya sibuk dengan pandangan kacamata dunia, enggak kelihatan orang seperti ini. Fa kaifa yakhlu alamu syahadah? Bagaimana dunia ini tanpa orang-orang saleh, orang alim-alim seperti mereka? Wa hum fihi hudatul gadah. Mereka adalah penuntun umat. Qad hafizallahu bihim ibadah. Allah jaga seorang hamba-hamba Allah yang lain karena mereka. Wasanahum fi sa'ilil khisali. Allah jaga mereka. Dan ini tidak lain hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Ulama enggak berbicara seperti ini kecuali misdaqu kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kembali kepada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati. Akan terus ada rombongan dari umatku zahirina alal haq. Mereka benar dalam kebenaran, nampak benar jalan hidup mereka ala manhajis salaf, dalam jalan orang tua kita, orang-orang saleh sebelum mereka. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, la yadurruhum man khadzalahum. Mereka enggak akan hancur, enggak akan musnah, enggak akan rusak man khadzalahum dengan orang yang berusaha menghinakan mereka, enggak akan. Mereka akan mantap. Hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dzalik. Akan sampai hari kiamat kelak datang, mereka tetap akan jalan yang lurus ini insyaallah. Dan mereka pun dengan semua yang mereka dapatkan kemuliaan ini, mereka akan jaga. Ini amanah. Tadi kita dengar dari Habibana Muhammad. Ini amanah dari Allah. Orang tua kita, guru-guru kita yang di depan kita depankan ini, mereka merasa ini di samping itu kenikmatan dan itu amanah dari Allah. Enggak seperti ini, enggak, mereka bahkan sebanyak dari mereka, semua dari mereka tidak suka untuk kita majukan, untuk kita saharkan, karena itulah sifat-sifat mereka. Ini yang mereka takutkan, karena mereka dididik. Sahibul Maqam Habibana Ali bin Abdullah As-Saggaf. Kita tutup dengan cerita ini. Habibana Ali bin Abdullah As-Saggaf, jadnya Sahibul Khaul. Dan kebanyakan dari kita Al-Saggaf bernisbah ila beliau, Habibana Ali bin Abdullah As-Saggaf. Enggak jadi mereka Habibana Ali bin Abdullah As-Saggaf illa ba'da tarbiyah, kecuali dengan tarbiyah. Diceritakan ketika beliau belajar dengan gurunya Habibana Ali bin Abdullah Al-Aidarus di India, diutus oleh Habibana Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Guru beliau juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, diutus ini Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf ke India untuk ketemu dengan guru beliau Ali bin Abdullah Al-Aidarus. Ketika berjalan di sana, sampailah di India, dikatakan guru engkau di sana Habib Ali bin Abdullah Al-Aidarus. Beliau datang ke sana. Ketika datang di sana, ini ketahuan Habib Ali bin Abdullah itu semuanya agak tinggi, lagi ngajar. Ketahuan kedatangan ini anak Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. Ketika datang dites, beliau nyuruh khadimnya beliau namanya Syakir. Wahai Syakir, itu ada anak kecil di bawah depan pintu. Siram dengan banyu kobokan kalau bahasa kita dari pucuk. Siram dari jendela. Disiram ini Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. Disiram dari atas. Basah. Tidak marah. Nafsun tazakkat. Jiwa yang telah terdidik. Kata beliau tadi, benar ingin mengikuti salaf mereka, tahu kewajiban yang ada pada diri mereka. Mereka pun menjadari kenikmatan dan sir yang ada pada orang-orang saleh. Dia pun sabar. Disiram lagi, bahkan diriwayatkan beliau dengan bajunya dibuka, gamisnya diperes, ditaruh di samping jidar, nunggu dengan baju yang terbuka. Dilihat oleh Habib Ali bin Abdullah Al-Aidarus. Berapa kali seperti itu, tidak pernah marah, tidak pernah balik. Kalau kita zaman sekarang dihina sedikit, diini sedikit langsung, ini tidak. Ya'rif qimatur rijal. Mereka mengetahui orang-orang soleh di depan mereka. Mereka mengetahui bagaimana indahnya, bagaimana jalannya manhajus salaf, jalannya orang-orang sebelum kita. Dia terus sabar. Sampai ketika setelah itu, setelah berapa lama diterima. Yugal hadza Habib Ali bin Abdullah tibrun khalis. Bahkan ini gurunya belum beliau ketika ngambil ini anak. Kala anta tibrun khalis. Engkau ini emas murni, bersih. Maka jadilah Habibana Ali bin Abdullah Al-Aidarus, Ali bin Abdullah As-Saggaf. Oleh karena itu insyaallah dengan berkumpulnya kita
doa Habibina Muhammad tadi yang kita dengar, insyaallah ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dan kita pun jaga yang diberikan oleh Allah amanah, baik itu dengan nisbah atau itu dengan lihat orang salihin, ataupun itu yang dimajukan untuk ke depan ataupun yang selainnya, ini adalah amanah. Telah kita dengar orang-orang saleh kalau menjaga amanah mereka semakin takut dengan Allah. Kalau dimuliakan mereka takut dengan Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim diceritakan di akhir hayatnya ketika dimuliakan oleh orang, dimajukan, ketika orang mengambil berkah beliau, musafaha beliau, berkata menangis, in huwa illa abdun an'amna alaih. Dia pun menangis berkata, in huwa illa abdun an'amna alaih. Tidaklah aku hanya seorang hamba. Aku hanya seorang hamba. Begitu juga Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan banyak dari sahabat. Mereka berkata ketika diberikan oleh Allah untuk membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan mereka menyentuh tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kata beliau, Sayyidina Uthman atau selainnya banyak dari sahabat berkata, galma masastu dzakari mundu an bayatu Rasulullah. Setelah tanganku ini menyentuh tangan Rasulullah, aku tidak pernah lagi menyentuh tanganku ini menyentuh auratku. Tidak pernah lagi. Hadza ta'dhiman lil amanah. Mengagungkan akan amanah karena tangannya telah menyentuh tangan Rasulullah. Dan inilah orang tua kita, mereka akan menjaga amanahnya. Mereka yang menjadi dai tadi kata beliau, insyaallah dengan doa beliau kita diberikan oleh Allah dan orang saleh benar dalam berdakwah, amanah dalam berdakwah, amanah dalam menjaga silsilah nasab, amanah dalam menjaga jalannya para salaf kita, amanah untuk menjaga kemuliaan orang-orang tua kita, dan amanah orang yang dimajukan ke depan atau selainnya, tidak lain itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minna wal afu minkum ya latifan bil ibad. Ultub bina waskil bilad warham abidak ya jawab qabla tabarrum al fasad ya latifan bil ibad. Ultub bina waskil bilad warham abidak ya jawab qabla tabarrum al fasad. Ini doanya Habibana Ali bin Abdullah Segab. Beliau dalam qasidah beliau, ini adalah qasidah beliau, ya latifan bil ibad ultuf bina waskil bilad warham abidak ya jawad qabla tabarrum wal fasad wal harf hadha minna wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah binati syifa. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk Syarifah Fatimah Suad binti Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Segal. Kemudian yang kedua Sayyid Ahmad Hussein bin Aqil Al-Kab. Dan ketiga Syarifah Alwiyah binti Muhammad Maula Khailah. Dan yang keempat Sayyid Alwi Habsyi bin Ali Maula Khailah. Kemudian yang kelima Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Hasan Al-Segal. Kemudian yang keenam Syarifah Zainah binti Saleh As-Segab. Dan yang ketujuh Sayyid Umar Rafiq bin Ali bin Abdullah Al bin Hamid. Annallah yashfihim shifaan ajilan ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan mustamirratan la tanqati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tantafi'u bihal musalli was-sami' wal mustami'. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bihaqqi man unzila alaihi al-Fatihah wa bihaqqi man unzila alaihi al-Fatihah. Allahumma ya man anzala al-Fatihah ij'alna من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة وأمراضنا شافية عافية. Kemudian Allahumma ishfihim shifaan ajilan shifaan la yughari ba'du saqaman wala alaman. Allahumma ya mujammil la tuhammil. Inna min adatikal jamala jamilid dunya wal ukhra alliha ta'bud sahala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan selesai tadi doa syifa maka selesai acara haul kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Dewan Keluarga Al-Habib Alwi bin Syekh Segab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurang pantasan kami di dalam meletakkan antum yang seharusnya pada tempat yang mulia, tapi sekiranya dengan apa yang telah antum dapatkan. Dan
Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum semua, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Kami minta terakhir mari kita bentuk halagoh satu hidangan 8 orang sesuai dengan sufroh yang sudah disiapkan.